النهاردة ال AI بقى مستحوذ على حاجات كتيرة في حياتنا وبنستخدمه بشكل شبه يومي، وبقى الموضوع في منافسة كبيرة مع بقية الأدوات. حد يقول لك الشات جي بي تي أحسن حاجة، واحد يقول لك لا الكلود هو أجمد، أصل الجيميناي مش عارف إيه. طيب استخدم كودكس. السؤال هنا، لو انت فعلا مبرمج او حتى بتستخدم ال AI في شغلك اليومي، تستخدم مين؟ وهل فعلا في حد افضل من الباقي ولا كل واحد معمول لحاجة مختلفة؟ في الفيديو ده هنجربهم واحد واحد ونشوف هل كله بيعمل نفس الفكرة ونفس النتيجة ولا كل أداة بتعمل حاجة مختلفة. ويلا بينا. أول غلطة الناس بتعملها إنها بتقارن أدوات معمولة لأهداف مختلفة. المشكلة مش إن الشات جي بي تي أحسن من الكلود، ولا إن الجيميناي أذكى، ولا إن الكودكس هو الأقوى. لأ خالص، المشكلة إننا بنسأل السؤال الغلط. إحنا بنسأل مين الأفضل، بس السؤال الصح اللي المفروض تسأله مين الأنسب. مين الأنسب للحاجة اللي أنا بعملها، لأن كل أداة اتبنت لهدف مختلف، ولو استخدمتها في المكان الصح هتديك نتيجة مختلفة تماما. طيب خلينا نبدأ بالأشهرهم وهو الشات جي بي تي. بالنسبة للشات جي بي تي هو بمثابة الموظف الشامل بتاعي وأسهلهم، ودي يمكن أكتر أداة بوصل لها بسرعة. سرعة الرد ما زالت حتى الآن أسرع من أي أداة. يعني أنت لو جيت سألتني تختار أنهي تول تعيش بيها دايما، غالبا هختار الشات جي بي تي. خلينا مثلا نعمل مثال كده، نعمل له تيست سريع. ممكن مثلا أجي أقول له اعمل لي أو ابني لي فول ستاك تو دو اب، التو دو ليست مثلا، وخليها بالرياكت مثلا. زي ما احنا شايفين ابتدى يشرح ويقسم المشروع ويعمل لي الاستراكشر اللي هو هيمشي وهيبني النظام عليها. وطبعا هنا زي ما انتم شايفين عمل لي السكيما بتاعه الداتابيز وكل حاجه والاي بي ايز. ودي طبعا زي ما احنا شايفين يمكن اكبر نقطه قوه فيه، ان هو فاست ريسبونس، يعني بيرد عليك بسرعه جدا. فنيجي بقى على المعلم اللي بعد كده وهو الكلود كود، وده اللي ظهر من فتره وقلب كل الموازين حبتين ثلاثه بادائه العجيب، وخصوصا انه بيعمل تاسكات تقيله. طبعا الكلود كود مختلف شوية عن الشات جي بي تي. خلينا نعمل مثال مثلا، يعني لو انت عندك مشروع فيه آلاف السطور من الأكواد وجيت قلت له اشرح لي الليلة دي كلها في الكود، فالكلود كود هيكون مريح بنسبة كبيرة جدا عن الشات جي بي تي. طيب خلينا نفتح كده الكلود كود على المشروع بتاعي وخلينا نقول له explain this entire project ونقول له انتر. نلاحظ هنا انه بيقرا المشروع بالكامل. طبعا هنا الكلود كود بيتألق في النقطة دي، وزي ما احنا شايفين بعد ما خلص هو قدر يتعرف على الاستراكشر بتاعه البروجكت كلها، الفايلز بتاعته، يعني قدر تقريبا يعرف كل حاجه عن البروجكت بتاعي. ممكن مثلا نعمل حركه كده، ندخل على اي ملف عندنا وليكن الملف ده، ونيجي عند كلمه كلاس دي نشيل حرف منها. ممكن نيجي نقول له مثلا try to find any issue. طبعا زي ما احنا شايفين اهو هو طلع لي بلاوي، يعني مش بس السطر اللي انا لعبت فيه، لا ده هو طلع لي حاجات كتير وكويس جدا ان هو طلع الحاجات دي. وانت بتمشي بقى معاه لاين باي لاين وتشوف ايه المشكله فين. واصلا لو انت قلت له حل لي كل المشاكل دي كلها هيحلها لك، بس طبعا مش ده البيست براكتس. يعني اذا كنت انت شخص مبرمج انت بتفولو الايرور وبتمشي معاه لاين باي لاين عشان انت برضو بتبقى عايز تتعلم. طيب نروح بقى للباشا التاني وهو جيميناي. للاسف ناس كتير ظلماه، مع ان انت لو شخص حياتك كلها على جوجل او تطبيقات جوجل زي مثلا جيميل، وده اغلب الناس بتستخدمه، او جوجل دوكس مثلا، او الدرايف. معظم الناس بتستخدم الدرايف في شغلها اليومي، وحاجات كتير زي الشيتس واليوتيوب وجميع التطبيقات الخاصة بجوجل. طب ليه الناس ظالمة جيميناي تحديدا؟ لان الناس بتقارن برضو جيميناي بالشات جي بي تي وتشوف انهي واحد احسن، او مثلا بتقارنه بالكلود كود من غير ما تبص هو معمول بيخدم مين اصلا. يعني مثلا لو انت شغلك او دراستك كلها معتمدة على خدمات جوجل، فطبعا جيميناي هنا هو بالنسبة لي رقم واحد في الحتة دي، وساعتها هيبان الفرق الحقيقي ما بين المقارنات اللي احنا بنقارنها. يعني تخيل مثلا عندك 50 ايميل وانت لسه راجع من اجازة، بدل ما تقعد تفتحهم واحد واحد، تقدر ببساطة جدا تطلب من جيميناي يلخصهم لك ويطلع لك اهم النقاط بس اللي فيهم. ولو في حاجة urgent قوي هيقول لك عليها، لو في حاجة ملهاش لازمة خلاص هيكسبتها وخلاص وهيعديها. يعني ابسط مثال، انا ممكن اجي زي ما انا فاتح دلوقتي الجيميناي وهاجي هسأله بكل بساطة. ممكن اقول له هات لي اخر 5 ايميلات عندي لخصهم، ولو في حاجة مهمة قوي اعمل لي مثلا عليها هايلايت ولا حاجة. زي ما احنا شايفين هو بيدخل بقى وبيدور في الايميلات بتاعتي، بس في نقطة هنا ان انا بديله اصلا البرميشن ان هو يدخل على الايميلات بتاعتي. نيجي هنا على
الاكستنشن دي ونفعل الزرار ده. طيب هنا هو بعت لي قال لي إليك ملخص لاخر 5 ايميلات. دي اول رساله جات لي من نون. مش عارف الرساله اللي بعدها، الرساله اللي بعدها رساله ترحيب. ببساطه جدا انا ممكن اصلا ما افتحش الجيميل كل يوم او كل شويه، لا انا ممكن ادخل على الجيميناي اساله والله في رسائل مهمه جات لي، ما فيش، خلاص شكرا. الخلاصه يا صديقي، لو انت استخدامك اليومي معتمد على منظومه جوجل كلها، جيميناي هو مش مجرد شات بوت، لا ده هو جزء من الادوات اللي انت اصلا بتستخدمها كل يوم، وده هو السبب اللي بيخليه اختيار قوي للفئه دي من المستخدمين. هنيجي بقى لباشتنا الكبير وهو الكودكس، وده اكتر اي الناس اول ما ظهر كده افتكرته زي الشات جي بي تي، بس يمكن اللوجو بتاع البرنامج او الويب سايت مختلف، لكن الحقيقه ان الفرق بينهم بيبان اول ما تشتغل على مشروع حقيقي. يعني لو جينا هنا مثلا انا كنت ببني كالكوليتور باستخدام الكودكس، طبعا مش هشرح المشروع دلوقتي كله، ان شاء الله هيبقى ليه فيديو كامل. طبعا هي حاجه بسيطه جدا، بس لازم نتعرف مع بعض ازاي ايه هي الكريدنشال الصح اللي انت هتمشي عليها عشان تبني اي مشروع، مش شرط كالكوليتور او ايا كان. الفكره ان انت ممكن تروح لاي اي تقول له اعمل لي اي حاجه، بس لازم تنظم له الموضوع بشكل هو يفهم اصلا انت عايز تعمل ايه. تعالى مثلا خليني اقول له مثلا على حاجه دلوقتي، الكالكوليتور اللي قدامنا دي باللون الابيض، خلينا مثلا اقول له اد دارك مود تو ذيس كالكوليتور. طبعا كالكوليتور مكتوبه غلط اظن، بس مش مشكله. طيب زي ما احنا شايفين هو بس هنا في الرساله دي كان بيقول لي ان الشات جي بي تي 5 او 4 is not supported. ماشي مش مشكله، يعني احنا غيرنا الموديل وبعتنا له بس علامه استفهام كده. ناخد بالنا هنا هو بيقول لي انا عملت لك سويتش فوق، خلينا نروح نشوف عمل السويتش ده فين. لحد دلوقتي انا مش شايف سويتشات خالص. احنا ممكن نعمل ريفرش بالظبط كده زي ما احنا شايفين، عمل لي الدارك مود وعمل لي زرار فوق كده ممكن ادوس عليه يرجع لي لللايت تاني، ادوس عليه يرجعني للدارك مود تاني. طبعا شكل خرافي. وهنا طبعا بيقول لي ان في 3 فايلات اتعمل لهم التغييرات، يعني لو دوست كده هيقول لي على اماكن الكود اللي تم التغيرات عليه. يعني هو جه عمل لي الباراجراف مثلا، حط لي غالبا عليه كلاس هنا اللي هو اسمه اي برو، تمام، وبرده غير لي في السكريبت بتاع الجافا سكريبت، وعمل لي هنا متغير اسمه اللي هو السيم توجل اللي هو البطن اللي هو حطه لي، تمام. وزي ما احنا شايفين عمل لي الفانكشن اللي هي بتعمل التوجل بتاعتي ما بين دارك وما بين اللايت اهو زي ما احنا شايفين. هو بيقول لي هنا عمل لي اف ستيتمنت، هو قال لي دارك مود از ناو ادد. وطبعا في بعض البيئات وفي بعض المشاريع انت تقدر تخليه يجهز لك التعديلات ويكتب لك كمان رساله كوميت مناسبه لو انت شغال على الجيت. يعني لو جينا رحنا على كوميت اور بوش دي وكتبت الكوميت مثلا ان انا عملت اد دارك بutton، لمجرد ان انا بدوس كده خلاص هو بيعمل لي كوميت. وطبعا دي ميزه كويسه جدا بحيث يبقى هو جزء كمان من سير العمل بتاعي، مش مجرد اداه دردشه بس، لا خالص. يعني ده في فرق كبير جدا ما بينه وما بين الشات جي بي تي. وزي ما احنا قلنا ان الشات جي بي تي هو بس بيساعدك تكتب الكود، لكن الكودكس لا هو بيساعدك تنفذ كود بقى اللي الشات جي بي تي كتبه لك. عشان كده لو كل اللي في دماغك مثلا ان الكودكس ده هو الشات جي بي تي، فانت يعتبر لسه ما استخدمتهوش بالطريقه اللي تصمم علشانها. وطبعا يا صديقي في النهايه المحترف مش بيستخدم طول واحده، الشخص اللي فاهم يعني ايه اي يجي مثلا لو هيستخدم الشات جي بي تي بيستخدمه لحاجه معينه هو عايزها. عشان افهم فكره مثلا يقترح عليا اقتراح، بعد كده اروح مثلا على الكلود يراجع بقى معايا الاقتراح ده هو كويس ولا لا، وممكن يبني لي برضو سيستم قوي اخده واروح رايح بقى للكودك ينفذ بقى كل الكلام ده. ودي ورك فلو ناس كتير شغاله بيه. طيب تعالى بقى مثلا ممكن واحد يقول لي يا عم انت حيرتني، يعني انا استخدم ايه دلوقتي؟ الفكره كلها زي ما قلت انت اللي بتحدد ايه الحاجه اللي انت هتستخدمها. لو انت مثلا طالب مش شاغل بالك بالقصص دي كلها، انت اول واهم واحد اللي هينفع تستخدمه واللي هيسهل عليك الدنيا هو الشات جي بي تي. طب لو انت واحد بقى مبرمج لازم يستخدموا كودكس والكلود كود حاليا. طب لو انت شركه يبقى الكلود كود يا باشا هو حليفك الاول. وطبعا لا غنى عن الجيميناي والجوجل ورك سبيس زي ما اتكلمنا عنها في الفيديو. طبعا لو خرجت من الفيديو ده فاكر حاجه واحده، ما تسالش مين الافضل، لكن اسال مين الانسب للمهمه دي، لان السؤال ده هو اللي هيخليك تستفيد فعلا من ادوات الذكاء الاصطناعي. وسلام عليكم.